البيت كان ناقص شويه حاجات اساسيه، قلت اعدي على هايبر اجيبهم الصبح كده والعيال في المدرسه. اقلع النضاره بقى علشان اعرف اشوف لكم العروض حلو. اول حاجه لقيتها اول ما دخلت اللبن، كان عليه اوفر حلو قوي، الست علب كل علبه كيلو ب 155 جنيه. جبت عرض. وبعدين دخلت على المكرونات، انا بحب مكرونه الملكه ولمتنا قوي، لقيت لمتنا عليها عرض الكيلو ب 19 جنيه. جبت منها كام نوع وكملت من عند مكرونه الملكه لان لقيت هي كمان عليها عرض 400 جرام ب 9 جنيه وربع. ومرقه الدجاج كمان لقيت عليها عرض حلو قوي وانا بحب استعملها، بتنفع في اكلات كتير. لقيت ال 24 مكعب ب 20 جنيه الا ربع. العيال عندي بيحبوا الكاتشب، لقيت عرض على جيركن الكاتشب الكيلو ب 33 جنيه، حلو جدا، جبت واحد. نيجي بقى لاهم حاجه، الصلصه، لقيت عليها عرض حكايه، الاربع برطمانات صلصه هاينز 77 جنيه، يعني البرطمان الواحد ب 19 جنيه. نيجي لاهم حاجه وكلنا بنتكلم فيها والبيت ما بيخلاش منها، الرز. شفت كذا نوع وكذا سعر، وعلى فكره كان في نوع ب 27 جنيه بس خلص انا ما لحقتوش وكان نضيف كمان، لكن اللي موجود دلوقتي بيبدا من 31 ونص لغايه 35 وكلهم انواع نظيفه وطعمه حلو. هايبر بقى منزل زيت ذره ب 70 جنيه الكيلو، قارنت بينه وبين زيت جولدن الفا لقيت 700 جرام ب 41 ونص. لقيت بقى ايه الاوفر؟ زيت هايبر لانه زيت ذره كمان. نيجي بقى للمالتي فيتامين، للبيض، البروتين، الطبق ب 105. جبت طبق وانا رايحه على الكاشير لقيت جهينه ميكس بالاطعمه العلبه ب 7 جنيه، يعني فيها وفر 2 جنيه. قلت اجيب 3 لمروان ومازن وسليم يروقوا على نفسهم بقى. طلعت حاسب في الكاشير اللي فوق علشان اللي تحت كان زحمه قوي. اشوفكم بقى الشوبينج اللي جاي، سلام.